في حوار كده منتشر حاليا عن ان في ناس كتير بتشتكي ان هما بيناموا يصحوا يلاقوا في تاتوهات وشم، يعني مرسوم في جسمهم بطريقة عشوائية غريب جدا، ورسومات غريبة قوي ملهاش اي معنى او ملهاش تفسير. اللي هو انت مش بتروح ترسم التاتو بنفسك، لا انت بتنام تصحى تلاقي التاتو ده مرسوم في جسمك. اللي هو ازاي بالظبط؟ الموضوع بالظبط بدأ لما في صورت جسم بنتها اللي هو كان جسمها مرسوم عليه عدة تاتوهات غريبة قوي، رسومات غير مفهومة، ونزلتها في احدى مواقع التواصل الاجتماعي وبتسأل الناس يا جماعة التاتوهات ديت معناها ايه بالظبط؟ انا بنتي عمرها 6 سنوات وفجأة التاتوهات ديت لقيناها في جسمها ومحدش فاهم معناها ايه، او يعني ايه المغزى او ايه المقصد من التاتوهات دي. الاغرب من كده ان في ناس كتير ردوا عليها وقالوا لها ده نفس اللي حصل مع عيالنا. انا عندي طفل عمره 7 سنين برضو فجأة لقيت التاتوهات ديت مرسومة في جسمه، وواحدة تانية قالت لها انا عندي طفل عنده 10 سنين نفس شكل التاتوهات، ولقيت فيه كذا حد رد عليها، لحد ما في حد سألها وقال لها هي التاتوهات ديت اترسمت في جسم بنتك ازاي او ايه اللي حصل بالظبط. فساعتها الام بدأت ان هي تحكي قصة بنتها بالكامل، بما ان هي لقيت ناس مشاركاها نفس الحوار او نفس الفكرة. قالت لهم يا جماعة القصة ديت بدأت من حوالي سنة بالظبط. انا وعندي 3 اطفال، عندي ابن عنده 10 سنين وابن عندي 8 سنين وعندي بنت كان عمرها في بداية القصة ديت 5 سنين. وهي وجوزها تمام، وجوزها بسبب طبيعة شغله ساعات بيقعد باليومين والثلاثة برا البيت، يعني بيبات برا يعني. وبتقول ان هي بتوصل عيالها المدرسة والحياة عادية خالص، لحد ما في يوم من الايام وهي بتوصل عيالها المدرسة اتعرفت على ام تانية بتوصل برضو اطفالها المدرسة، والاتنين اتعرفوا على بعض ولقوا ان نفس القصة بتاعتهم مشابهة، ان دي جوزها بيسافر ودي جوزها بيسافر، وان هما اتنين عندهم اطفال في نفس المدرسة. المهم اتعرفوا على بعض قوي وبقوا اصحاب قوي، بيتكلموا بعض 24 ساعة، ودي تروح تتغدى عند دي ودي تروح تتعشى عند دي، وايه الحياة كانت رايح جاي ايه زي الفل كده. وكانوا اسرار بعض عند بعض، يعني دي اسرارها عند دي ودي اسرارها عند دي، دي حكايتها كلها عند دي ودي حكايتها كلها عند دي. لحد ما صاحبة القصة بتقول ان في يوم من الايام الست ديت خبطت على باب بيتها تمام، ولقيتها جاية متبهدلة هدومها متقطعة وعمالة تعيط تقول لها ان جوزها طردها من الشقة وضربها، وان هي مش عارفة تروح تبات فين، وان هي محتاجة ترفع عليه قضية، بس دلوقتي كان متأخر فعايزة تبات معاها الليلة دي لحد ما تاني يوم تصحى ترفع قضية على جوزها على اللي هو عمله فيه. فصاحبة القصة طبعا اتخضت على صاحبتها وراحت اخدتها بالحضن وقالت لها يا حبيبتي بيتي هو بيتك وتقدري تباتي فيه، وبكرة الصبح انا كمان هروح معاكي المحكمة وهشهد ضده ولازم ناخدلك حقك. وهدتها وعملت لها عشاء جميل والعصير والكلام ده كله، وكمان ظبطت لها اوضه الضيافه وقالت لها انت بيتي في الاوضه دي النهارده. وفي الليله ديت جوزها ما كانش موجود، اللي هي جوز صاحبه القصه ما كانش موجود، كان بايت بره، كانت هي وعيالها والست دي او صاحبتها، وبالفعل كلهم ناموا الليله ديت. دخلت عيالها ناموا الاوضه ودخلت الست دي في اوضه الضيافه وراحت هي تنامت في اوضتها. وعدى الليل والنهار جه ولقت عيالها الاتنين اللي هما الولدين داخلين بيصحوا وبيقولها يا ماما يا ماما اختنا مش لاقينا، اللي هي البنت الصغيره عمرها 5 سنين، مش لاقينا، دخلنا عشان نصحيها ولكن ما لقيناش في الاوضه بتاعتها. فصاحبه القصه بتقول له يمكن تكون في الحمام هنا ولا هنا، اكيد يعني ما هتكون راحت فين. المهم اقول لا يا ماما احنا قلبنا عليها البيت مش لاقينا. فالست اتوترت كده وفاقت وقعدت تدور، فراحت في الاوضه بتاعت بنتها لقيت بنتها بالفعل مش موجوده، تدور عليها يمين وشمال البنت مش موجوده. فراحت دخلت في الاوضه بتاعت الضيافه اللي كانت مبيته فيها صاحبتها فيه، دخلت الاوضه ديت لقيت كمان صاحبتها مش موجوده. المهم طبعا الفار ابتدى يلعب في عبها وقالت لك هي الست دي خطفت بنتي ولا ايه. قلبت البيت مش لاقيه ولا بنتها ولا صاحبتها، تتصل بصاحبتها الرقم مغلق، تنزل تطلع بره الشقه تبص حوالين الشقه العماره وي 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 مش لاقيهم هما اتنين. المهم اتوترت جدا وراحت عملت محضر في الشرطه تقول لهم انا بنتي اتخطفت واللي خطفتها واحده اسمها كذا كانت بايته معايا وفجاه صحيت لقيت الاتنين مش موجودين في البيت. المهم البوليس طبعا راجع الكاميرات بتاعه المنطقه، لا بالفعل البنت الصغيره نازله مع صاحبتها وصاحبتها شايلاها كده على كتفها ونازله بيها، ولكن واضح ان الست دي كانت عارفه اماكن الكاميرات موجوده فين بالظبط، فوشها ما كانش باين في الكاميرات بس باين لبسها وجسمها وهي واخده البنت ونازله بيها. وكمان ركبت عربيه ملهاش لوحه
ارقام، يعني ملهاش ارقام يعني، فطبعا العربيه صعب ان هم يوصلوا ليها. فسالوا صاحبه القصه عندك صور ليها، اسمها، رقمها، تليفونها، عنوانها؟ قالت لهم انا ما عنديش صور ليها، يعني هما اتنين ما تصوروش مع بعض قبل كده، لان هي كانت بتكره التصوير فما كنتش بتصور معاه، بس انا عارفه رقمها وعارفه عنوانها، ده انا رحت لها كذا مره، وعارفه كمان عيالها اللي مع عيالي في المدرسه. فقالوا لها زي الفل. المهم الرقم اخدوه يدوروا ورا الرقم ده، يلاقوا ان الرقم ده باسم حد تاني اصلا، مش باسم الست دي او مش باسم صاحبتها، زي ما يكونوا كده ايه، كان رقم مزيف. يروحوا على العنوان اللي هي صاحبة القصة بتقول ان هي راحت اتعشت معاه واتغدت معاه كذا مرة في العنوان ده، لو العنوان مش باسمها، باسم حد تاني، وان الشقة ديت اصلا المفروض ان صاحبها قافلها وراكنها بقاله كذا سنة وما يعرفش اي حاجة بتحصل فيها، يعني من الاخر العنوان مزيف. طب العيال اللي كانت بتوصلهم المدرسة يروحوا للعيال دول، يكتشفوا ان العيال دول ليهم اهل تانيين اصلا، وان هي كانت بتعمل نفسها كأنها بتوصلهم، ولكن ما فيش اي صلة بينها وبين الاطفال، اللي هو تستنى مثلا الاطفال هم داخلين المدرسة كده وتقوم واقفة جنبيهم على اساس ان هي بتوصلهم، ولكن هي ملهاش اي صلة بالاطفال. المهم اكتشفت ان الست دي اللي هي صاحبتها عنوان مزيف، اسم مزيف، كل حاجة مزيفة، والست ديت ملهاش اي وجود اساسا. صاحبة القصة بتقول ان هي اكتشفت ان طول الفترة ديت الست دي بتضحك عليها مش اكتر عشان تدخل بيتها وتخطف بنتها. وطبعا جوزها لما عرف اللي هو جوز صاحبة القصة طبعا ألقى اللوم كله على مراته صاحبة القصة، ازاي تدخلي واحدة غريبة البيت، انت السبب، انت الكلام ده كله. يقلبوا الدنيا يمين شمال رايح جاي على بنتهم، ملهاش اي وجود. الوقت يعدي، الليالي تعدي، اسابيع تعدي، لحد ما في يوم من الايام البوليس اتصل بيهم وقالوا لهم احنا لقينا جثة في نفس عمر بنتكم بنفس مواصفات بنتكم، ولكن واضح ان هي جثة مشوهة، اتعمل عليها انواع تعذيب وانواع من السحر الاسود، فالجثه بقت مشوهه تماما مش متعرف عليها، فعايزينكم انتوا تيجوا تتعرفوا عليها هل هي بنتكم ولا. فصاحبه القصه بتقول ان هي لما سمعت حاجه زي كده طبعا قلبها وقف، وقعدت تتمنى ان الجثه ديت ما تطلعش لبنتها. المهم راحوا، طبعا الجثه كانت متشوهه تماما فما قدروش ان هم يتعرفوا عليها، فساعتها البوليس عمل تحليل DNA، فلما تحليل DNA طلع الحمد لله ما طلعتش بنتهم، فحمدوا ربنا، ولكن برضو بنتهم فين؟ عدى الايام والليالي والشهور لحد ما يعدي سنه كامله على اليوم اللي اختفت فيه بنتهم، وبعد سنه كامله تحديدا في نفس اليوم ونفس الشهر اللي بنتهم اتخطفت فيه، اللي هو يعني عدى السنة باليوم والليلة، لو جرس باب الشقة رن عليهم. فصاحبة القصة راحت تفتح باب الشقة، لقيت فجأة بنتها واقفة قدام باب الشقة وهي اللي بترن الجرس. بنتها واقفة قدامها بنفس اللبس اللي هي اتخطفت بيه من سنة، ولكن لبسها كان متقطع وكان متبهدل شوية. فطبعا راحت حضنتها وقعدت تعيط وما كانتش مصدقه نفسها، اصلا كانت افتكرت ان بنتها ماتت، اصل عدى سنة كاملة، فما كانتش مصدقه نفسها ان بنتها واقفة قدامها كده ايه حية وزي الفل. المهم طبعا حضنتها ودخلتها البيت، وجوزها جه اللي هو الاب حضن بنته، وكانت لحظة يعني حلوة جدا بان هم اخيرا لقوا بنتهم والدنيا كانت زي الفل. ولكن قعدوا طبعا يسالوها يا حبيبتي انت كنت فين، طب مين اللي جابك، ايه اللي حصل لك، انت كنت بتاكلي، انت كنت بتشربي، ها اسئله كتير قوي، ولكن البنت ما كانتش بترد عليهم. البنت كانت ساكته تماما مش بتتكلم، بل ان عينيها كانت في حاله من الصدمه ومن الخوف، واللي هو يعني زي ما تكونوا ايه في حاله نفسيه كده، البنت كانها مش معاهم اصلا، زي ما يكون عقلها في حته تانية خالص. فقالوا مش مهم، هي اكيد طبعا اتعرضت لصدمه كبيره قوي، اكيد مع الوقت هترجع. فاتصلوا بالبوليس وبلغوا ان هم لقوا البنت، وساعتها الام بتقول ان هي اخدت بنتها عشان تحميها، تغير لها هدومها وتحميها وتنظفها وكده. ولكن لما دخلت بيها الحمام بتقلعها هدومها، لقيت فيه عدة من التاتوهات، حوالي 15 تاتو مرسومين على جسمها بطريقة عشوائية تقريبا في كل حتة في جسمها، رسومات غريبة جدا غير مفهومة. ولكن هي افتكرت ان الرسومات ديت هي شافتها في حتة قبل كده، قعدت تفتكر شافتها فين، افتكرت ان هي نفس الرسومات ديت اللي لقيتها في الجثة بتاعة البنت اللي البوليس قال لهم عليها بان هم يجوا تعرفوا عليهم، والدي ان ايه اثبت ان هي مش بنتهم. نفس الرسومات التاتوهات اللي كانت موجوده على الجثه ديت موجوده على بنتها.
فساعتها البوليس لما جه، طبعا هما لما بلغوا ان هما لقوا بنتهم، البوليس جه، لازم البوليس يجي يحقق بنفسه. فلما البوليس جه فالام بلغت عن وجود الوشم ده في جسم بنتها. طبعا الطب الشرعي اثبت ان البنت تقريبا طول السنه ديت عانت من كل انواع التعذيب الجسدي، وكمان اكتشفوا ان هي يعني تم الاعتداء عليها جنسيا. بنت عندها 6 سنين شافت الويل خلال السنه ديت، فطبعا حياتها النفسيه متدمره، عشان كده البنت مش بتنطق او عندها يعني عقلها مش معاهم اصلا، كانه سارح في حته تانية خالص. صاحبة القصة بتقول ان هو كان يوم صعب قوي، يعني كان يوم فرح ان بنتهم اخيرا رجعت، ولكن يوم صعب ان هم اكتشفوا ان بنتهم كانت متدمرة طول السنة ديت. واليوم عدى ورجعوا وناموا في بيتهم هي وجوزها و3 عيالها. تاني يوم صحيوا من النوم لقوا ان ابنها الوسطاني بيخبط عليهم الباب، يعني بيخبط على اوضتهم يعني، وبيقول لهم ان هو حاسس بحرقان شديد قوي في جسمه. فالام يعني صحت من النوم، في ايه؟ فبتقلع ابنها هدومه، لقيت ان ابنها ظهر على جسمه نفس التاتوهات اللي هو 15 تاتو اللي كانوا موجودين في بنتها لما جت، كلهم ظهروا بطريقة مفاجئة على جسم ابنها، اللي هو ابنها ده اللي كان موجود معاها، ما اختفاش لحظة، ما اتخطفش زي بنتها الصغيرة، لا ده عايش معاها 24 ساعة. يا دوبك دخلوا ناموا اللي هو حوالي 8 ساعات. فازاي التاتوهات ديت ظهرت من عدم في جسمه كده؟ واضح ان هم لسه معمولين، لان هم لسه ملتهبين، وهو اصلا جسمه بيحرقوا نتيجة التاتوهات. الموضوع طبعا كان مخيف جدا، يعني لو البنت الصغيرة فهي اختفت لمدة سنة، فمنطقي ان التاتوهات لما ظهرت في جسمها اكيد في خلال السنة ديت حد هو اللي رسم التاتوهات على جسمها. بس الولد الصغير ده يعني التاتوهات ديت ظهرت وامتى وفين؟ المهم بتقول ان مش ديت اكتر حاجة غريبة، الاغرب منه ان بعديها بيوم اكتشفت ان ابنها الكبير كمان هو صحي جسمه كله وجعه، وبتبص لقيت التاتوهات ديت كمان انتشرت في جسمه كله. فكده بقى اصبح ال3 اطفال كلهم على جسمهم التاتوهات دي. ساعتها طبعا في نفس الوقت ده البنت الصغيرة كانت بتخضع للعلاج النفسي، او بدأت تروح للطبيب نفسيا. طبعا حياتها النفسية وحشة قوي، وكمان بتتعالج جسديا من الجروح اللي موجودة في جسمها. صاحبة القصة بتقول ان هي حست ان الموضوع اكبر بكتير من ان هي تودي بنتها لطبيب نفساني، وان هي كده محتاجة تدخل من شخص روحاني او شخص بيتعامل من الحاجات اللي هي ايه، الحاجات ويعوذ بالله وكده. انا حاسه الموضوع مش طبيعي. بالفعل تواصلت مع روحاني وحكت له القصه بالكامل، وقالت له على الوشم اللي بيظهر في جسم عيالها بطريقه مفاجئه. فساعتها الروحاني قال لها ان واضح ان البنت طول السنة ديت كان بيتعمل عليها زي تعاويذ من السحر الأسود وحاجات ويعوذ بالله، وان البنت بقت جواها طاقة كبيرة جدا، طاقة من السحر الأسود، وان بمجرد ما دخلت البيت عادت اخواتها بنفس الطاقة ديت، وان الطاقة ديت بتلمس فقط الأطفال ومتقدرش تأثر على الكبار. ولكن علشان تقدر تخرج الطاقة ديت من جسم بنتها الموضوع محتاج منها تضحيات كبيرة قوي ومجهود كبير جدا وفلوس كتير قوي، واداها على خطوات كتير قوي مفروض تتعمل، ومن ضمنها ان هي لازم تحمل في طفل تاني وتسقط نفسها في الشهر الخامس وتاخد جثة الطفل ده وتقدمها زي تضحية مقابل ان عيالها ال3 السحر الأسود ده يتشال من جسمهم. طبعا الام اتفاجئت جدا من كتر الطلبات ديت، وحاسه ان هي حاجات مش هتقدر تعملها، فلجأت الى التواصل الاجتماعي. صورت التاتوهات اللي ظهرت على جسم عيالها ونزلته في احدى مواقع التواصل الاجتماعي، وتسأل الناس يا جماعه التاتوهات ديت معناها ايه بالظبط. وكده بنوصل لبدايه القصه. ساعتها الام فوجئت ان لقيت فيه كذا حد، كذا ام وكذا اب ردوا عليها وقالوا لها احنا كمان لاحظنا وجود التاتوهات ديت انتشرت في اجسام عيالنا الاطفال، عندنا كذا طفل نمنا صحينا لقينا التاتوهات ديت ظهرت، ولكن المشترك ما بينهم ان كلهم كان عندهم طفل معين اختفى لفترة زمنية معينة ورجع تاني على جسمه التاتوهات ديت، ومجرد ما دخل البيت ابتدى ينتشر التاتوهات ديت في اجسام باقي الاطفال اللي موجودين في البيت ده. نفس القصة تقريبا. الام بدأت اللي هي صاحبة القصة بدأت تتواصل مع كل الناس اللي كتبوا لها كومنت، اللي هو سواء ام او اب بيحكوا عن نفس التجربة اللي حصلت لاطفالهم، كلهم بدأوا يتواصلوا ويتقابلوا ويحكوا تجاربهم لبعض. الغريب بقى في الموضوع هو في اغرب من كده، لا في اغرب من كده.
ان هما لما ابتدوا يتقابلوا ويحكوا تجاربهم لبعض، فالام قالت صاحبة القصة بان هي تواصلت مع روحاني، وروحاني طلب منها بان هي تحمل وتجهض وتسلم الجنين بتاعها كأضحية علشان يساعدها بان السحر الاسود يتشال من جسم اطفالها. ساعتها في واحدة من اللي كانوا موجودين قالت لها اوعي تعملي كده، ده نفس اللي حصل معايا، انا برضه تواصلت مع روحاني وساعتها انا كان عندي طفلين الاتنين عليهم التاتوهات وحياتهم النفسية كانت وحشة قوي، وكنت حاسة ان انا بفقدهم او بيروحوا مني، وكان من ضمنهم برضو الطفل تم اختطافه ورجع تاني. وروحاني طلب مني نفس الحكاية، وبعد محاولات كبيرة قوي بان انا اوصل لطريقة تانية حسيت ان ديت الطريقة الوحيدة اللي قدامي، وبالفعل عملت كده وحملت في الطفل الثالث، وفي الشهر الخامس اجهضت ونزلت وسلمت له الجنين كأضحية علشان يساعد عيالي الاتنين التانيين بان السحر الاسود يتشال منهم. ولكن بمجرد ما اخد مني الجنين بتاعي مفيش حاجة حصلت، الروحاني ده اختفى فجأة ومفيش اي حاجة حصلت وعيالي فضلوا زي ما هم. وبعد كده اكتشفت ان الروحاني ده اصلا ليه علاقة بالجماعة اللي خطفت ابني في الاول، وان هم زي جماعة كده، وان هم رجعوا لي الطفل تاني وعملوا علي حوار علشان كانوا محتاجين ياخدوا مني جنين كنوع من انواع القربان، وان هم يستخدموه في السحر والحاجات اللي هم بيعملوها، وان القصة كلها لفة كده عليها علشان ياخدوا منها الجنين بارادتها. انتوا فاهمين الدماغ؟ يعني هم عبارة عن عصابة بتتاجر في السحر الاسود على جسم الاطفال، وان هم بيلعبوا على الاهالي بطريقة تانية، بعد سنة يرجعوا لهم ابنهم. وطبعا لما بيلاقوا ان السحر ده انتشر في البيت بيتواصلوا مع اقرب روحاني ممكن يوصلوا له، فساعتها بيبقى فيه زي ما تقولوا كده ايه، بيدسوا الروحاني ده داخل العيلة ديت عن طريق مثلا الفيسبوك، يظهر لهم اعلان فجأة، يظهر لهم رقم في حتة، المهم ان هم بيخلوه يظهر ليهم بطريقة معينة كده، فلما يتواصلوا معاه يطلب منهم الطلب ده. وطبعا الاهالي بتبقى خايفة على عيالها، هم شايفين عيالهم بيحصل لهم ايه بالظبط، فبيضطروا ان هم يعملوا كده، فبالطريقة ديت بيسرقوا منهم جنين اخر يقدروا ان هم يستخدموه في الحاجات اللي هي الشغل بتاعهم ده، ويعوذوا بالله. طبعا الاهالي كلهم تواصلوا مع البوليس وحكوا للبوليس على كل حاجة هم وصلوا لها. البوليس حاول ان هو يقبض على الطائفة ديت، يدور على خيط هنا او هنا، يدور على اي حاجة، مختفيين تماما، كأنهم عاملين بالسحر اللي هم بيستخدموه ده طريقة تخليهم يختفوا تماما عن اوجه او عن عيون نظر الشرطة او الاهالي، مختفيين تماما. حتى الروحاني اللي هم تواصلوا معاه ده لما جيهم يبلغوا البوليس عنه، الشخص ده مختفي تماما، البوليس شخصيا مش قادر يوصله، وان هو ما بيظهرش غير لما بيبقى عايز يظهر فقط لناس معينة، غير كده الشخص ده كمان ما بيظهرش او صعب القبض عليه. حاجة قرأتها في القصة دي وهو ان الاهالي قرروا ان هم يبعدوا عن اي روحانيين، وان هم يعالجوا عيالهم عن طريق ان هم يودوهم دكتور نفساني ولرجل دين، رجال الدين داخل الكنيسة، يشوفوا اقرب كنيسة ليهم او كنيسة هم يكونوا واثقين فيها. طبعا هي قصة اوروبية، فيروحوا للكنيسة ويبدأوا ان هم يعالجوا عيالهم مع رجال الدين. صاحبة القصة بتقول ان عدى حوالي 6 شهور، وان بنتها وعيالها التانيين الولدين التانيين بدأوا ان هم يتحسنوا تدريجيا، بس التحسن يكاد يكون ملحوظ في فترة طويلة زي ديت، بس في امل ان هم ابتدوا يتحسنوا، كأن السحر بيتشال منهم تدريجيا ولكن بصعوبة جدا، وفي نفس الوقت طبعا بيروحوا لطبيب نفساني. لكن الست نفسها اللي هي صاحبتها اللي اتعرفت عليها في البداية لسبب في ان بنتها اتخطفت ما لقيتهاش تاني، ولو حتى بالصدفة ما لمحتهاش او ما عرفتش توصلها تاني. الروحاني تواصلت معاه ما عرفتش توصله تاني، الطائفة ديت مش عارفين يوصلوا لها تاني، حتى البوليس مش عارف يوصل لهم، الموضوع مجهول تماما وغامض جدا. ولكن هم مستمرين في العلاج عن طريق رجال الدين وعن طريق الطب النفسي، وعلى امل ان بعد فترة طويلة حتى لو سنين بان عيالهم يرجعوا طبيعيين تاني، او على الاقل يرجعوا تاني كويسين. وبس كده يا جماعة، دي كانت نهاية القصة. قصة طبعا غريبة قوي. انتوا ايه رأيكم؟ يعني انتوا شايفين لو انتوا في مكان الاهالي دول ممكن تعملوا ايه بالظبط عشان تساعدوا الاطفال من هما يرجعوا تاني او السحر ده يتشال من جسمهم؟ ممكن تعملوا ايه؟
وبس كده يا جماعة، دي كانت قصة النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم، المعنى او الدرس المستفاد من القصة دي، وهو ما تأمنش لحد خالص انك تدخله البيت مهما كان بقى صاحبي مش صاحبي، اكلنا عيش وملح مع بعض. لازم تبقى واثق كويس جدا من الشخص ده قبل ما تدخله بيتك، او ان انت تسمح ليه ان هو يبات في بيتك وفي اطفال في البيت. وبس كده يا جماعه، دي كانت قصه النهارده. اتمنى تكون عجبتكم. طبعا انتوا عارفين ان السحر منتشر مش في الدول العربيه فقط، لا في الدول الاوروبيه وفي امريكا وفي كل حته في العالم للاسف، فخلي بالكم. طبعا ما تنسوش لو اي حد عنده قصه سواء من تاليفه او قصه حقيقيه او قصه قرأها في حته عايز نحكيها على اليوتيوب، ابعتها لي على الانستجرام. ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك لو حابين يعني، وتفعلوا الجرس هنا على اليوتيوب عشان انزل قصه جديده توصل لكم. وبس كده، يلا باي باي.